انا عدت الفيديو ده اكتر من مره وكل مره بستغرب. الكلب هجم على الشخص اللي على العجله والراجل ده بيحاول يخلصه منه، مفيش فايده. بصوا القطه يا جماعه، بصوا تصرف القطه، بصوا تصرف القطه، يعني تصرف انا مش قادر افهم ده ايه. امثالكم سبحانك ربي ما اعظمك. القطه عملت موقف اكتر من انساني. في بعض البشر، ابو عجله ده واقف عمال يبص يمين وشمال ومش عارف يتصرف. سبحان الله، كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها وليها عقل. بس اللي انا شفته ده يا جماعه ايه تفسيره؟ يعني حد يقول لي على التفسير. يعني المشهد غريب جدا، مفيش مشكله حقيقيه ما بين القطه وما بين الكلب، بس عشان تيجي القطه وتقوم هاجمه الكلب اللي هو اساسا بيجري القطط قدامه. بصوا يا جماعه الموقف الجريء، ايه ده؟ ولا دي حاجه نازله من السماء ولا ده ايه؟ احيانا ربنا سبحانه وتعالى دي رحمه من عند ربنا، والله رحمه. والمفروض المواقف اللي زي دي تحصل الانسان يعني يتفكر ويتدبر في عظيم خلق الرحمن. سبحانك ربي ما اعظمك. بص هنا هبشته الهبشه، كل شيء انتهى. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش غايزني غير الواد ابو عجله دوت واقف عمال مسبهل كده. يا ابني خش اعمل اي حاجه، صلوا على النبي.